حضرتك هو ايه المطالب؟ احنا النهارده طبعا احنا واقفين وقفه تضامنيه مع اهالي القتيل وبلديات القتيل. احد قيادات الحزب الوطني الفاسد المنحل بنزله البطران، كان احد الناس او احد اهالي من نزله البطران قاموا باستئجار 5 محلات. تمام. قاموا بمجيء ببراقه وهدم هذه المحلات، وبل لم يكتفوا بكده قاموا بقتل عرفات فرج. وللاسف الشديد حتى وقتنا هذا لم يتم القبض على القاتل. احنا طبعا احنا واقفين النهارده عشان بنطالب بالقبض على القاتل، وبنطالب على محاكمه الحلول الحزب الوطني المنحل، لان الحزب الوطني للاسف الشديد اللي قاتل ده ابن اخت امين الحزب الوطني بالهرم. هو احد قيادات الحزب الوطني. فطبعا احنا هدفنا كله بنوصل رساله للنائب العام ان هو يقبض على القاتل، وخاصه ان اهل القتيل لغايه وقتنا هذا يعني ما خدوش حق ابوهم ولا خدوا حق حد من ذويهم. طبعا ده ظلم، ما ينفعش يبقى فيه المحكمه الاداريه العليا حكمت بحل الحزب الوطني وما زالوا يعيشون على اثار الماضي. احنا بننظم الوقفه دي تضامن مع اهالي القتيل، وبنطالب النائب العام بالتحقيق في هذه الجريمه، لان للاسف الشديد اهل القتيل ناس غلابه لا حول لهم ولا قوه، ودولت احنا متضامنين معاهم بكل قوه الى ان احنا بنطالب النائب العام باعاده فتح التحقيق في القضيه. طب في اجراءات تصعيديه لو احنا منظمين النهارده وقفه قدام نقابه الصحفيين. تمام. الثلاث القادم هننظم وقفه قدام النائب العام، هتبقى وقفه مزلزله ووقفه قويه جدا، لان ما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا نترك هؤلاء الناس الغلابه بدون الاخذ حق. دي رساله للنظام، دي رساله للنائب العام ان يقبض على القاتل. واحنا في عهد بنقول عهد الديمقراطيه وعهد الحريه وعهد حقوق الانسان. اما واحد اتقتل وما خدش حقه